صل على النبي محمد. طبعًا عزيزي المشاهد، مفهوم التجريد أو الabstraction هو مفهوم جدًا بسيط، ليه علاقة بالوراثة بشكل راسخ، ولكنه يعني نقدر نقول إن هو حاجة لوحدها كده، وهو بكل بساطة إنك بتحط شرط أو إجبار للكلاسات اللي عندك، أو يعني الclass اللي أنت هتورّث ليه، إن الكلاسات دي تعمل وظيفة معيّنة أو حاجة معيّنة، يعني بشكل إجباري، يعني إن هي تعمل الfunction أو الوظيفة، تمام، يعني بشكل إجباري. يعني إيه بقى بشكل إجباري؟ يعني لو ما عملتش الحاجة دي الكود يطلع لك error فعليًا كده. تعالَ بقى نعيدها تاني بس بشكل مختلف شوية. دلوقتي لو عملنا class أب مثلًا نسميه father، وممكن نعمل كلاسات أبناء مثلًا son، في نفس الوقت طبعًا نعمل class son 2، أي حاجة إحنا مش. ومثلًا تعالَ في father نعمل دالة الinit عادي جدًا، نعمل كده مثلًا ونخليها pass على طول. أوكي، خلّيني بس أعمل حاجة في البداية، وهي إن أنا أكبّر الكلام ده علشان يعني نكون شايفينه بشكل أفضل. خدنا قبل كده في الوراثة إنه ممكن الكائنات دي تورث أشياء معيّنة وتسيب أشياء تانية، أو يكون ليها أشيائها الخاصة، اللي هو حاجات مختلفة تمامًا عادي، نقدر نعمل اللي إحنا عايزينه. ولكن تخيّل، يعني عايزك تتخيّل معايا شوية، إنه مثلًا في وظيفة معيّنة مشتركة ومتشابهة ما بين كل الكائنات، مع اختلاف حاجات خاصة بكل كائن، بس موجودة في كل الكائنات. يعني هي الوظيفة هي نفسها، ولازم تكون موجودة في كل الكائنات، حتى لو أنت تغيّر فيها شوية حاجات خاصة بكل كائن. يعني مثلًا لو افترضنا إن الclass الأب اللي هو اسمه father، أو لأ بُص، خلّينا نشيل father ده علشان المثال يكون أوضح شوية، خلّينا نخلّيه animal مثلًا. ومثلًا الclass الأول اللي هو يعني بيورث منه هيكون bird، طبعًا هنا دي هتكون animal. وclass تاني هيورث برضه من الanimal اسمه dog، نعمل له كده pass. وclass تالت هيورث من نفس الأب اسمه cat. عندنا class أب اسمه animal، في دالة الinit يعني على طول يعني فاضي ما فيهوش أي حاجة، وفي 3 كلاسات بيورثوا منه، أنواع مختلفة من الحيوانات ولكنها في الآخر animals، حيوانات. ممكن نقول مثلًا إنهم كلّهم بيعملوا صوت، يعني أعتقد ده شيء بديهي، الحيوانات كلّها بتطلّع صوت صح؟ فمثلًا تخيّل معايا إنه أنا عايز أول ما الحاجة دي تتعمل، مثلًا لو أنت بتعمل محاكاة لعالم مثلًا زي البرية وبتعمل حيوانات والكلام ده، فأنت عايز أول ما حيوان يظهر يعمل صوت مثلًا، أنت عايز كده تعمل كده. الicons اللي بتكون موجودة في مواقع مثلًا معيّنة، زي الأزرار اللي بتكون موجودة أو الwidgets اللي بتكون موجودة على موقع، فأنت لمّا بتحط الماوس عليها بتطلّع لك، ممكن تطلّع لك صوت، اللي هو أنت بتحط مثلًا مجرد ما تحط المؤشر على الحاجة دي بتطلّع لك صوت. كل الحاجات بتطلّع أصوات، الأصوات مختلفة ولكنها كلّها بتطلّع أصوات. وظيفة إخراج الصوت هتكون عند الكل بشكل إجباري، مش مهم الصوت ده هيطلع إيه وعامل إزاي، المهم إنه لازم يطلع. دي بالضبط هي فكرة الabstraction أو التجريد. وظيفة يعني الوظيفة المعيّنة اللي إحنا عايزينها تكون موجودة، لازم تكون موجودة، طبعًا في المثال بتاعنا هي إنه يطلّع صوت. لو الوظيفة دي ما كانتش موجودة ومتعرّفة في الكلاسات الأبناء، الكود مش هيشتغل أصلًا وهيطلع لك error. ده بالضبط هو التجريد. طيب إزاي بقى هنستخدم حاجة زي كده في الواقع بتاعنا، يعني التأثير بتاعها الحقيقي؟ تخيل يا الحبيب شركة معيّنة، أوكي، الشركة دي فيها موظفين بيشتغلوا، صح؟ أكيد يعني هي ما بتشغّلش نفسها. دلوقتي أنت شخص عايز تنظّم البيانات بتاعة الموظفين دول في قاعدة بيانات الشركة، بحيث تخزّن كل المعلومات اللي لازمة الشركة دي، علشان نعرف نتعامل مع كل واحد بناءً على المعلومات دي، لإنه طبعًا مش كل الموظفين زي بعض. واحدة من ضمن التعاملات اللي لازم تحصل هي صرف مرتبات الموظفين. علشان نعمل الموضوع ده واحدة واحدة، هنعمل أول حاجة طبعًا هنشيل كل الكلام اللي إحنا عملناه ده، ونعمل class يعني كبير كده اسمه employee. طيب في الemployee يعني ده بقى شيء عام، يعني أي employee ليه اسم name. اوكي، نقول له self dot name هيساوي النيم عادي خالص، مفيش أي مشكلة. واحدة برضه من ضمن الحاجات اللي احنا نعرفها هي مرتبه يعني هيكون كام. فهتكون هنا مثلا السالري، وأنا أقول له هنا self dot salary هيساوي salary. وهنا بقى تيجي المشكلة اللي أنا كنت باقول لك عليها، إنه مش كل الموظفين بياخدوا مرتبات زي بعض. وخُد بالك أنا هنا ما اقصدش رقم المرتب، يعني ما اقصدش إن الناس بتاخد مرتبات ده بياخد أكتر والّا لا، ما اقصدش كده، أقصد نظام المرتب أصلًا. يعني مثلًا في ناس بتشتغل
كfreelancer، وده بيتحسب بالساعة والrate بتاعك، اللي هو أنت خلّصت الشغل بتشوف الrate بتاعك وعلى أساسه طبعًا بندّيك bonus زيادة أو كده. في ناس مديرين أو موظفين اعتياديين، دول مرتبهم بيكون ثابت زائد bonus. في ناس بتشتغل في مبيعات، دول بيكون ليهم مرتب أساسي زائد عمولة. طبعًا حاجة زي كده هتخلّينا نستخدم حاجة زي الوراثة، بحيث نعمل كلاس كبير ياخد المعلومات الأساسية اللي هو في الحالة دي employee، ونعمل كلاسات أبناء. مثلًا عندنا أول كلاس مثلًا هيكون freelancer، نخلّيه يورث من الكلاس الأب، نعمل هنا pass. كلاس تاني هيكون مثلًا manager، ونخلّيه برضه يورث من نفس الكلاس. في الكلاس الأساسي اللي هو employee بنعمل الحاجة الأساسية اللي هي هتكون لازم تكون موجودة في أي كلاس ابن، اللي هي في الحالة دي هتكون الcalculate salary. طبعًا ما أعرفش يعني ممكن يكون في أخطاء إملائية مش طبيعية هنا، بس يعني الموضوع easy، فاهم؟ ندّيها self ونخلّيها تعمل pass. هنا طبعًا لو لاحظت حاجة بسيطة، إحنا هنا ما عملناش حاجة معيّنة. ليه؟ أو يعني كانت وظيفة فاضية ما فيهاش أي حاجة، لإن بعدين هنا إحنا لازم نخصصها في كل كائن. يعني ما فيش نظام موحّد لطريقة صرف المرتبات للموظفين، فإحنا لازم نسيبها فاضية ونبدأ نعرفها في كل كلاس. طبعًا هنا لو جينا نشغّل يعني الكود بتاعنا، هنا مش هيحصل أي مشكلة، يعني هنا ما فيش أي مشكلة. ولو خدت بالك إن في كل كلاس ما فيش الوظيفة، يعني الوظيفة أو هي موجودة بس يعني مش معمول لها تخصيص في كل كلاس. فلازم نعمل هنا حاجة تقول للكلاس الأب إنه أي كلاس ابن هيورث منّك لازم ولابد يعرّف عنده الوظيفة دي اللي هي اللي إحنا هنحددها له، ونخلّيه يخصصها عنده في الكلاس الابن ده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عزيزي المشاهد، حضرتك لو جيت هنا عملت import لحاجة اسمها APC أو abstraction يعني، أو بدل ما تعمل import للabstraction كلّها ممكن نعمل from abstraction import abstraction، بس طبعًا يعني دي مختلفة، دي capital دي small. كمان هنجيب حاجة تانية وهي abstract method. ثانية واحدة، بالضبط كده. طبعًا علشان نقدر نستخدم الحاجات دي، فإحنا لازم نورّث للكلاس الأب abstraction. هتقول لي يعني إيه؟ إحنا إزاي؟ إحنا المفروض إن إحنا بنورّث الكلاسات الأبناء، بنخلّيها تورث من الكلاس الأب. إزاي نخلّي بقى الأب إن هو يورث من كلاس تاني؟ هو في الحقيقة ده عادي. يعني أنت لو واخد بالك، إحنا ممكن نعمل هنا كلاس زيادة ونخلّيه يورث أصلًا من كلاسات الأبناء. يعني الموضوع ما بيبدأش عند خطوتين 2 أو وراثة من جيل واحد بس، إحنا ممكن نعمل كذا جيل. إحنا ممكن نخلّي الemployee اللي هو هنا هو أصلًا كلاس ابن للabstraction، فإن إحنا كده بنفتح أقواس وندّي له الabstraction، فإحنا بنورّث له، بنخلّيه يورث من الكلاس اللي هو abstraction عشان نقدر إن إحنا نعمل عملية الabstract. وفي الكلاسات الأبناء عادي جدًا بيورثوا من الكلاس الأب اللي هو employee عادي خالص. عشان بقى نقول له إن الmethod دي هي abstract method، يعني دالة لازم تتخصص في كل كائن ولازم تتعرّف، فبنعمل علامة عادي جدًا، وبنكتب كلمة abstract method بكل سهولة. الكلمة اللي إحنا جبناها من فوق بنكتبها هنا كده بعد علامة فممكن نيجي هنا في الfreelancer ونعمل هنا كده الinit. طبعًا هتقول لي أنت ليه بتعمل هنا الinit؟ لإنه إحنا لازم نضيف حاجات زيادة، فلازم إحنا نضيف حاجات زيادة مش بس الname والsalary، لأ الfreelancer ممكن يكون ليه rate مثلًا. فممكن هنا نعمل طبعًا self.rate زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت، إنه لو في حاجات زيادة لازم تعملها بعد ما تستدعي السوبر. طبعًا الكلام ده كله إحنا عرفناه، فمش هنقعد نعيد فيه تاني، أوكي. وطبعًا عند المانجر نفس الوضع، هنعمل كده دالة الinit، وجنب الsalary بعد الname والsalary هنجيب كمان البونص. أتوقع كده bonus صح؟ لأ، هي من غير O. وطبعًا برضه بنعرّفها عادي جدًا يعني زيادة بالشكل ده كده. طبعًا في freelancer برضه إحنا لازم نحط الhours أو يعني الساعات اللي هو اشتغلها، علشان زي ما قُلنا في كل نوع أو كل نوع موظف ليه طريقة مختلفة عن التاني. وممكن برضه خلّينا نشيل الrate ده خالص دلوقتي، يعني مش عايزينه، إحنا بس عايزين نعرف الحاجات دي بس حاليًا. أوكي، دلوقتي بقى تعالَ نجرّب يعني تجربة بسيطة. يعني قبل بقى ما نعمل العملية دي في كل كائن، تعالَ مثلًا نجرّب نعمل objects، لإن إحنا هنا بنشتغل مع class، فطبعًا عايزين object علشان نقدر نستخدم الكلاسات دي. فهيكون عندنا مثلًا employee 1 هيكون طبعًا freelancer، هندّي له الname ندّي له أحمد مثلًا، والsalary بتاعته نفترض إن الfreelancer ده بياخد في الساعة $50، تمام. والساعات اللي هو بيشتغلها مثلًا اشتغل الشهر اللي فات خلّينا نقول 40 ساعة. أنا طبعًا باحط أرقام يعني
افتراضية أوكي، ونعرّف حد تاني هيكون employee 2 هيساوي manager، أو يعني هندّي له طبعًا class الmanager واسمه هيكون علي، الsalary بتاعته خلّينا نقول إن هو بياخد $4000، والبونص خلّينا نقول إن هو أيًا يكن مثلًا 10%. أوكي، دلوقتي خلّينا نعمل حاجة بسيطة، وهي إن إحنا نشغّل الكود. طبعًا لو شغّلنا الكود هتلاقي إنه في error، هو في 2 error مش error واحد، وأعتقد إن أنت فهمت من كلامي ليه الerror ده موجود، لإن إحنا عملنا abstract method ولكن ما عملناهاش هنا، ما استدعيناهاش هنا. إحنا لو شِلنا الكلمة دي أو خلّيناها comment كده وجينا شغّلنا الكود هيشتغل من غير أي مشاكل، فعليًا من غير أي مشاكل، ولكن علشان إحنا عاملين دي abstract method فإحنا قايلين للclass الأب لازم أي class هيورث منّك أيًا يكن هو إيه، لازم يعرّف عنده الدالة دي ويخصّصها عنده. طبعًا لازم علشان نحل المشكلة دي، فإحنا لازم نعمل دالة بنفس الاسم بالشكل ده كده، وهنا هنبدأ نخصّص الحاجة طبعًا هنبدأ نخصّص الدالة دي في كل كائن. فطبعًا في الfreelancer علشان نقدر إن إحنا يعني نعرف هو ليه كام salary، فهنقول طبعًا self dot salary هتنضرب في الساعة أو يعني عدد الساعات اللي هو اشتغلها، فهتكون self dot الhours. وخلّينا مثلًا حاليًا بنعمل print للناتج بتاع الكلام ده. طبعًا إحنا حاليًا لو شغّلنا الscript هيطلع لنا error واحد بدل 2 error، لإن في طبعًا هنا المشكلة راحت من الemployee 1 خلاص، ولكن لسه موجودة في الemployee 2. طبعًا أنت لو قرأت أصلًا المشكلة هتقول لك إيه، هتقول لك إن can't instantiate abstract class manager without an implementation for abstract method calculate salary. فلازم نيجي هنا نعمل برضه دالة calculate salary، وهنا طبعًا العملية هتكون مختلفة، يعني هنا هيكون الsalary self dot salary زائد البونص بتاعه، البونص اللي هو 10% طبعًا عشان نعرف البونص هيكون كام، فهنضرب البونص self dot bonus في الsalary الself dot salary. والكلام ده طبعًا إحنا هنا هنعملهم ما بين أقواس علشان تشتغل كويس، وبرضه هنعمل الكلام ده كله كده هنعمله print، فنيجي هنا نعمل print. هنا لو إحنا شغّلنا الscript هيشتغل بدون أي مشاكل عادي. وطبعًا إحنا هنا لو جينا عملنا استدعينا بقى الدوال بتاعة الcalculate salary في employee 1 وemployee 2، فهنعمل كده calculate salary، وبرضه هنا في الemployee 2 dot calculate salary. طبعًا معلش أنا هنا عملت حاجة كده لخبطت الحوار، إحنا هنا المفروض تكون أعلى مش المفروض تكون أعلى، يعني 10% من الراتب فلازم تكون أعلى مش كده، فاهم؟ إحنا هنا في حاجات غلط عملناها، فدي هتكون على ودي بدل بونص هتكون salary. أيوه كده العملية مضبوطة أعتقد. لو شغّلنا الscript هتلاقي إن هو مضبوط جدًا، الfreelancer بيكون ليه 2000 عمل العملية بتاعة حساب ال يعني الsalary، وفي الmanager عمل نفس العملية بالضبط وما طلّعش أي error. تقول لي أيوه بس طَب إحنا استفدنا إيه برضه؟ الفكرة عزيزي المشاهد إنك تخيّل معايا إنك قررت إنك تعمل class جديد أو نوع جديد من الموظفين، مثلًا intern اللي هو المتدرب. ساعتها دالة الcalculate salary هتكون مختلفة، أو يعني الحاجات اللي بتحصل جوّه الدالة مش هي نفس اللي بتحصل في الاتنين دول اللي هم manager وfreelancer. فالفكرة إن أنت لازم تعرّف الدالة دي، لإنك لو ما عرّفتش الدالة دي ساعتها المتدرب ده هييجي آخر الشهر مش هيلاقي إن هو نزّل له أي مرتبات، لإن بكل بساطة المبرمج أو الشخص اللي هو عمل الكلاسات نسي إن هو يعمل حاجة زي كده. فالabstraction بكل اختصار بتخلّيك غصب عنك ما تنساش إنك تعمل الدالة دي في كل الكلاسات، بتقول لك إنك لو ما عملتش الدالة دي وخصصتها في كل كائن أنا مش هاشتغل، فاهم قصدي؟ فحاجة زي كده مهمة عشان تضمن إن ما فيش مشاكل تحصل. يعني هنا لو جينا مثلًا عملنا هنا class جديد وسميناه intern خليناه يورث من الemployee عادي جدًا، نعمل له الinit للname والsalary. في الintern الموضوع هيكون بكل بساطة إنه بيطبع على طول الsalary، الintern مش هيكون ليه مثلًا bonus ولا هيكون ليه أي حاجة، إحنا بس هندّي له كل شهر رقم معين لإنه لسه متدرب، أوكي؟ لو أنا كمبرمج عملت الclass زي ما أنتم شايفين ونسيت مثلًا، تعالَ نفترض إن أنا شخص عادي عملت البتاع ونسيت خالص، فهنعمل employee 3 هيساوي intern وندّي له الاسم عادي خالص مثلًا محمد، والsalary بتاعته هتكون خلينا نقول مثلًا 3000. أنا طبعًا بادّي أرقام يعني تخيلية. هنيجي نعمل هنا للemployee 3 dot calculate salary، لو شغّلنا الكود هتلاقي إن هو ادّى لك error، فأنا هنا هافهم من الerror إنه في abstract method اللي هي calculate salary، فأنا ساعتها هاعرف إن أنا نسيت إن أنا أعمل حاجة زي كده في الintern. ساعتها هاعرف إنه لأ، إحنا لازم نعرّف
ال الدالة في الكلاس الجديد، ما ينفعش إن إحنا ننساها، فحاجة زي كده بتجبر المبرمج أو الشخص اللي هو بيضيف الكلاس اللي إحنا لسه ضايفينه ده، إن هو لأ، خُد بالك أنت في عملية لازم تخصصها هنا، في abstract method لازم إنك تعملها هنا لو أنت هتورث من الemployee، ما دام أنت بتورث من الemployee فالemployee ده جواه abstract method، ما ينفعش إن أنت تورثها كده، لازم إن أنت تخصصها. فلمّا بنشوف الerror بنفتكر طبعًا إنه في هنا abstract method وبنعرف، فبنيجي هنا نعمل الدالة بكل بساطة هتكون calculate salary، وزي ما قُلنا في الintern يعني بالنسبة للintern اللي هو المتدرب، إحنا طبعًا يعني هنطبع على طول الsalary، مش يعني ما فيهوش حاجات كتيرة، فهيكون هنا الsalary. نشغّل الكود تاني تلاقي إن هو شغّال عادي بدون أي مشكلة، فهي دي الفكرة من الabstraction. أتمنى يعني أعتقد الوضع سهل جدًا لحد الآن، فحرفيًا هو ده كده الabstraction هو مجرّد حاجة إضافية بتخلّيك تتجنب مشكلة بعدين، لإنه زي ما قُلنا من شوية إن إحنا لو ما عملناش الabstraction، ما عملناهوش خالص ونسينا إن إحنا نعمل الدالة دي، يعني نسينا كده إن إحنا نعمل الدالة وما كانش في يعني ما كانتش معمول ليها abstract method، نسيناها. لو جينا شغّلنا الكود اللي هتلاقي إن المتدرب ما فيش ليه مرتب آخر الشهر، يعني العملية ما حصلتش، ما حصلتش، لإن في الدالة الأصلية معمول لها pass، يعني ما فيش حاجة معيّنة حصلت في الfather أو في الأب، فطبعًا حاجة زي كده مشكلة ما ينفعش. فلازم الشخص اللي بيضيف أنواع يعني أنواع جديدة من الكلاسات زي مثلًا متدرب، زي ما قُلنا من شوية الsales، لازم نقول له غصب عنّك الكود مش هيشتغل إلا لمّا تعمل العملية بتاعة calculate salary، أو اللي هي العملية اللي معمول لها abstract. عشان كده إحنا عملنا abstract للدالة اللي هي calculate salary، عشان نفكّره إنه هنا لأ، ده أنت لازم هنا تعمل الدالة دي، لازم تعملها هنا. فهو بقى بيبدأ إن هو يخصّص العملية دي في الدالة الجديدة. حرفيًا إحنا كده خلّصنا الجزء النظري، يعني اللي إحنا كنا جايين عشان نشرحه النهارده إحنا شرحناه already. دلوقتي كل اللي إحنا هنعمله هو إن إحنا هنتكلم عن مشاكل محتمل ظهورها مع التجريد. أول مشكلة، ودي أنا متأكد إن أنت هتُقع فيها، وهي إنك هتنسى إنك تحط abstract هنا، لازم نحط هنا abstract، لازم تقول للemployee إنه أنت في abstraction هيحصل، لإن أنت لو ما عملتش abstract وكتبت له كده الabstract method بالشكل ده كده، لو جينا شغّلنا الكود هتلاقي إن هي اشتغلت عادي، ولكن بقى تعالَ نمسح مثلًا الدالة دي، يعني تعالَ نقول إن إحنا هننسى الدالة دي كده بالشكل ده كده، لو جينا شغّلنا الدالة هتلاقي إن ما فيش أي error ظهر، مع إن إحنا عاملين abstract method، يعني إحنا هنا عاملينها بس ما فيش مشكلة ظهرت، ليه؟ لإن إحنا ما قُلناش للكلاس الأب إن في عملية abstraction هتحصل. فأنت لمّا بتعرّفه بكده، هو هنا هيطبّق مفهوم الabstraction ويعمل لك هنا الerror هيظهر. طبعًا حاجة برضه أنت لازم تاخد بالك منها يعني كويس، وهي إن الabstract هو حاجة معمولة علشان لو في حاجات كتير معقدة، ولكن لو أنت بتعمل حاجة بسيطة، يعني بتعمل class بسيط، كام class بس بيورث، فأنت ساعتها ممكن ما تكونش محتاج إنك تستخدم الabstraction، وبرضه في نفس الوقت أنت مش محتاج يعني تكون over في الموضوع، يعني ما يكونش في استخدام مُفرط للabstraction، علشان ده بيخلّي في errors كتيرة بتحصل بعدين. فالabstraction بيكون على كام دالة هم أساسيين ولازم يكونوا موجودين ويتخصصوا في كل كائن، غير كده مش لازم إنك تعمل abstraction أو تعمل abstract الدوال دي. فبس، مع السلامة.